نفس السوداني كأننا يعني في البيت. يا سلام يعني بتكلم بلغتي، وحتى لما أكون بتكلم مصري يعني اللغة السودانية ما بتروح لي، لأن دي أصلا وطني ولهجتي يعني الحتة اللي أنا اتولدت فيها. حصل خططت لمستقبلك؟ أيوة. شكله كيف؟ مستقبلي طبعا حيكون إن مستقبلي يعني هسه حيكون عبارة عن مساعدة، أساعد الوطن، أهتف من جوا قلبي، مثلا أعمل حاجات للسودان وأساعد الناس زي ما قلت لك، وأساعد الفقراء وأساعد كل المحتاجين وأتبرع بحاجات. والما عنده مثلا لعبة أو حاجة أنا بشتري له. يا سلام. حتى مثلا كان في فترة في المدرسة كنا عملنا حملة بتفرح طفل، الميس عملتها لنا المديرة، فقام إحنا مشينا بالبص وكده اشترينا إشي لعبة بناتي ولا لعبات أولادي وحاجات، فإحنا وزعنا على المحتاجين يعني وتصورنا معاهم للذكرى. يا سلام. والصور دي معاكي؟ أيوة. بس خلاص أنا حشوفها. قبل ما نتكلم أنت ما شربت الشاي؟ شاينا ما حلو؟ ظريف. طيب اشربيه. يعني حتى لو أنا ما شاربة ظريف. يا أخي أنت حلوة وراقية ومجاملة شديد. أنا بحبك والله يا تالين. أنا كمان بحبك جدا. شكرا. ومبسوطة إني عملت معاك أحلى لقاء، وده اللي كنت متمنياه. كنت متمنياه في حياتي إن أنا أعمل لقاءات 24 ساعة. طب أنا معاك 24 ساعة بإذن الله. إن شاء الله. أنت المفترض على فكرة تفكري تكلمي بابا إن أنت لازم تعملي برنامج. ليه؟ لأن أنت حلوة ومقبولة وشكلك حلو في الكاميرا. ما هي دي شخصيتي يعني. أيوة. ما في زول أيوة يتكلم فيها وكذا، لأن أنا أصلا يعني طالع لبابا وطالع لماما وكذا ظريفة. الحاجة دي ظهرت في الفيديوز بتاعتي في التيك توك وفي الفيسبوك يعني. أيوة. صراحة يعني أول حاجة لما اتكلمت عن موضوع البكا أيوة. الفرح. أيوة. عملت مفهوم جديد. أيوة طبعا الناس كلهم زي ما شايف التعليقات يعني بيقتبسوا من كلامي الشديد، وأنا مبسوطة من كذا يعني إنه الناس بدأت تشوف حاجاتي واحدة واحدة. يعني في ناس هسه مثلا لو فتحت التيك توك بشوف الفيديوهات في اللحظة دي. طيب ده رزق السؤال، كيف بتجهز للفيديو بتاعتك؟ بتخطط كيف للفيديو؟ يعني مثلا عايز تعمل فيديو بتعمل شنو يعني؟ في الفيديو مثلا الناس عايز تعرف الكواليس تحت الفيديو. أيوة. أنا مثلا عشان يعني ده كله بمساعدة بابا، إخراج بابا. وأنا أول شيء بعمله بابا بقول لي حنعمل مثلا تسجيل بكرة الصباح من اليوم القبل مستعدة من قبلها بيوم. حيقول لي مثلا إحنا حنعمل تسجيل، ولو مثلا أنا بعمل في حاجة مثلا بكون ناسية بسهل عليه بكتب الكلام. وأنا طبعا بقوله بقى على طبيعتي. بس بقوله كذا يعني أنا ما بقول يعني أي كلام عشان خاطر زول، أنا بقوله لنفسي أنا، لأنه دي شخصيتي أنا. أنت حابة توصل الرسالة دي لروحك أنت؟ أيوة. يا سلام يا أخي. طيب أكتر حاجة بتزعلك شنو وأنت بتعمليها؟ كيف؟ أكتر حاجة بتزعلك يعني بيسبب لك سعادة وفرح أنت بتعمليها؟ مثلا أكتر حاجة بتسعدني يعني أنا مش بعمل يعني أنا مثلا وأنا بكتب رسالة لبابا. شفت الفيديو بتاع الجزء الثاني من يوم الأب لما أنا قلت لبابا. أيوة. فأنا كنت مبسوطة يعني مش ساعدتني، وأنا كنت مبسوطة إنه أنا بكتب في الرسالة دي من جوا قلبي. وأنا أكثر حاجة بتسعدني يعني وجودي مع بابا وماما، وجودي مع العيلة. بنكون طبعا في وسط اللمة والحاجات دي والأغاني، يعني بنجهز لنا برامج وهجيج وبتاع. يا سلام. بتذكري العيد عامل كيف طيب في البيت؟ كيف يعني العيد نفسه ولا؟ بتعملوا شو في العيد؟ في العيد أنا طبعا أحيانا بنطلع، أحيانا بنجيب حلاوة وكعك وبنسوي زينة. مرة كان في عيد الفطر بتذكر عملنا كده. أنا مع عائلتي مقسمة على 2، عندي بيت ماما وبيت بابا.
ففي بيت ماما أنا بطبخ خروف وبناكل شيء وبتاع. ده طبعا في عيد الأضحى. في بيت بابا هو مثلا بنكون مثلا بنجيب حلاوة وكعك وبنسوي زينة دعم في عيد الفطر فات، ويعني بنكون برامجنا حلوة وبنطلع وكده. يا سلام. وعيدنا يعني بيكون حلو. عشان كده أقول لكم إنه أنا أديكم نصيحة. أيوة، عيدنا في بيتنا أحلى. يا سلام، عيدنا في بيتنا أحلى والله. كل زول ما كسودانيين. أيوة، وكل زول ما عنده بيت إن شاء الله يلقى بيت. إن شاء الله. ناس كثيرة ممكن تكون قاعدة في الشارع، أطفال صغار. أيوة. جايبة مثلا مصلاية ونايمة قاعدة في الشارع. صح. أيوة. فلازم يعني إن شاء الله الناس يسمعونا يعملوا لهم بيوت. برضو لو لا سمح الله الأسرة بتاعت الزول ده كعبة زي ما أنت شفتها، في بعض الناس بتبنوا للأسرة. أيوة. وبتبنوا يعني الناس الكويسين اللي ما عندهم أسرة. ندعو الناس يعني إنهم يتبنوا. صح. أيوة. إن شاء الله. إن شاء الله. والأحسن إنه يكون عندهم بيت ويكون عندهم حياة بإذن الله. إن شاء الله. والله حصل حلمت يكون عندك كلب أو كديسة؟ أنا يعني حاجة زي دي ما حلمتها، بس أنا قلت عبرتها يعني. قلت إنه أنا غايته في كل الأحوال. أنا ما أقدر كديسة. عايزة شنو؟ ما أقدر كديسة، لأنه كديسة بتقعد تخربش وما بعرف وتعمل في حاجات يعني أنا ما بحب مثلا كدايسة في ألعاب في كده. لكن ما كلعبة بدون ما تكون حية، يعني لعبة. أو مثلا بابا قال الكديسة لو أنت يعني مثلا جبت لها كيلو كده بتكون صاحبتك دايما. هي بتخربش عشان تدافع على نفسها. طبعا كل واحد في الحياة بدافع عن نفسه بطريقته. شنو الفعاليات اللي بتعملها انت وبابا في البيت؟ يعني تكونوا قاعدين مع بعض، شنو الحياة المشتركة اللي بتعملوها؟ بتلونوا، بترسموا، بتخبزوا، بتعملوا أكل؟ في حاجة مثلا سبحان الله كان في مرة كنت أنا عايزة حاجة وبابا نفسه عايزة وبفكر فيها. اللي هي شنو كانت؟ مثلا كنا مثلا دارين نفطر حاجة مثلا أو كده، فقلت له بابا أنا عايزة. قال لي والله سبحان الله أنا هسه ذاتي عايز نفس الحاجة اللي أنت عايزها. أيوه. ده توارد الخواطر. صح؟ خاطر. أيوه. مبسوطة معانا؟ طبعا. شديد؟ أيوه. يعني لأول مرة أنا برغم إن أنا أول مرة أشوفكم وأنا حتعامل معاكم بشخصيتي العادية وانبسطت معاكم. وأنا يعني هسه لقيت لي أصحاب جدد. يا سلام يا سلام. إحنا والله أنا قلت صراحة شخصيا سعيد إنه أنا حبقى صديقي، وأوعدك يعني إنه لقدام نتلاقى وأجيك البيت ونطلع مع بابا وكده. إن شاء الله بإذن الله. حكون مبسوط والله. أنا كمان حكون مبسوطة جدا. أنا عرفت إن أنت برضو بتحبي الإعلانات وبتحبي تشاركي في الفعاليات وكده. وأنا نفسي صراحة أكون إعلامية وأكون